السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الربيع، وكل سنة واخواتنا المسيحيين طيبين بمناسبة العيد بتاعهم. النهاردة هنعمل فيديو مع بعض، احنا بقالنا كتير جدا ما عملناهوش، وان شاء الله يعجبكم جدا. تعالوا نشوف احنا من فرختين عملنا ايه. ماشي، احنا هنبدأ الفيديو بتاعنا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا اول حاجة عملناها المية النقع بتاعت الفراخ. انا هنا غسلت الفراخ كويس، فعشان اعمل الفراخ بتاعتي لازم بنقعها ليله قبل. حبه تنقعيها نقعيها، مش حبه خلاص. بس انا عامه لما بشيل الفراخ في الفريزر ممكن اطلعها قبل بيوم وانقعها، انما انا دي عشان هقطعها واعمل منها حاجات مختلفه فهنقعها قبلها بيوم. انا هنا جبت الميه بتاعتي، حطيت عليها معلقه دقيق. الدقيق بتاعي دوت عليه جنزبيل. انا عندي عامله برطمان كده فيه دقيق بجنزبيل بملح دوت لغسيل الفراخ. خلاص، انا حطيت الميه بتاعتي، حطيت عليها معلقتين دقيق بالجنزبيل، معلقتين سكر، معلقتين ملح، وحطيت عليها كمان طماطميه وورقتين لوري، وكملت كده ميه. لازم املى الميه للاخر، وما انساش عصير الليمون. انا حطيت بعد كده الليمون زي ما احنا شايفين كده. ده بعدها بيوم طلعتها. بصوا الميه لونها عامل ازاي، سحبت الدم كله اللي في الفراخ. هنشوف لون اللحمه بتاعه الفراخ عامله ازاي دلوقتي. انا هنا خلاص طلعتها من التلاجة وهركنها عشان تصفي ميتها. بصوا هي هنا الميه كانت عندي متلجه جدا، كنت بطلع الحاجه منها، كانت الميه ساقعه قوي. خلاص كده يا حبايبي، بصوا بقى دول معايا فرختين وكيلو اجنحه، ومعانا كمان 4 وراك. خلاص، عملنا منهم ايه الحاجات دي؟ هنشوف احنا عملنا ايه مع بعض، ونشوف كمان ايه الحاجات اللي احنا طلعناها من فرختين بس. انا هنا كنت جايبه كيلو الاجنحه والاربع وراك والفرختين دول ب 670 ب 680 جنيه. تمام كده. هنشوف خدنا منهم كام اكله، والكام اكله دول هيكفونا كام يوم، ويكفوا عدد افراد قد ايه. خلاص كده. انا هنا اول حاجه عرفت ان انا جايلي ضيوف، فقلت خلاص اشيل الحاجه اللي محتاجه تتشيل من غير تتبيلات ومن غير اي حاجه، اشيلها الاول عشان ما تقعدش بره التلاجة. جبت الاجنحه بتاعتي كده. انا لسه مش عارفه اقرر اعمل الاجنحه دي ايه، هعملها على صينيه، هعملها مشويه، هعملها مقليه، لسه ما قررتش. فانا خلاص خدتها قطعتها كده نصين. انا القطعه دي التقطيعه دي يعني بقطعها من النص كده وبفردها. بعملها اي حاجه، لو انا هعملها مقليه هقسمها 2، لو انا هعملها مشويه هخليها زي ما هي كده او هعمل لها في تتبيله. هنا كان عندي 4 دبابيس. انا كنت زي ما قلت لكم جايبه 4 وراك. خدت الاربع وراك، خدت الفخاد بتاعتهم، عملتهم على صينيه بطاطس بالف هنا وشفا، اتغدينا بيهم. ده في نفس اليوم اللي انا جبت فيه الفراخ. فالدبابيس دي انا خليتها معايا وشلتها. خلاص، حطيتها كده في طبق لوحدها وحطيتها في الفريزر. ممكن اعملها في صينيه، ممكن اعملها ان شاء الله، ناوي اعملها معاكم وصفه حلوه قوي، انتظروها ان شاء الله نعملها مع بعض. مش فاكره انا عملتها قبل كده على القناه ولا اول مره هعملها. جبت هنا الاجنحه بتاعتي، حطيتها في طبق، جبت طبق فويل زي ده كده. انا اللي اتبقى الفويل دي قلت لكم قبل كده، انا بحط الكيس من تحت الاول قبل ما بحط فيه الحاجه، لاني بحس ان هو ايه، مش صحي ابدا للاكل اللي انا احطه في الفريزر. فبحب افرد كيس في الارضيه، بجيب كيس تلاجة اقطعه نصين وبستخدمه. خلاص. ممكن الطبقين بحط فيها كيسين، كيس واحد على حسب الحاجات اللي انا هرصها، وهنشوف ده في تكمله الفيديو معانا. انا هنا رصيت الاجنحه في طبق، ورصيت الدبابيس في طبق، وغطيتهم. دخلت الطبق في كيس تاني وحطيته في الفريزر. دي احسن طريقه بالنسبه لي، احسن كمان من الاسترتش. تمام كده. انا جبت الفرخه الاولانيه دي، انا هخليها معاكم بالكامل، وهنخليها ببطء جدا. ما حبيتش ان انا اسرع في الفيديو خالص في الاول في الفقره دي، علشان تشوفوا احنا خلينا الفرخه ازاي. انت حابه تجيبيها مخليه، تجيبي الصدور لوحدها وتجيبي الوراك لوحدها مخليه من عند الراجل، تمام. بس كده تبقى بالنسبه لي اوفر كتير. يعني انا هنا وجبت، اللهم صل على النبي، جبت الفرختين دول كانوا عاملين 400 تقريبا و20 جنيه. هو قال لي كده في التليفون تقريبا كانوا 420 جنيه. فانا بصوا بقى ان الفرختين دول هطلع منهم حاجات قد ايه. انا هنا بخلي الوراك. احنا لما نيجي نوزن الوراك دي يعملوا لنا حوالي كيلو شيش طاووق، ماشي، او اقل حاجات بسيطه. والصدور نفس الحكايه، ممكن يعملوا لي اكتر من كيلو بانيه. فانا اصلا عندي كيلو البانيه ب 200 والشيش طاووق زيه. فانا كده بالنسبه لي انا كده خدت منهم ايه، خدت منهم الشيش طاووق والبانيه كده بثمن الفرختين. وبعد كده هنشوف احنا خدنا منهم الكبد والقوانص. دول ممكن نعملهم على شويه رز بالخلطه، يبقوا حلوين جدا. ممكن نعملهم في طاجن لسان عصفور في الفرن. ممكن نعملهم كده يوم جنب مسقعه، وجنب مش عارفه نعمل طبق بيض بالكبد والقوانص. ممكن نعملهم وصفات كتير قوي، ورغم ان هم فرختين بس مش اكتر من كده. ولو حابين الوصفات دي يا ريت تكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله هعملها معاكم. بصوا بقى يا حبايبي، انا هنا بخلي الورك. باخد السكينه بتاعتي، سكينه بتكون سنها رفيع، بدخل السكينه بين العظم وبين اللحم على طرف العظم خالص، عشان احاول اطلع اكبر كميه لحم ممكن. واي حته لحمه بتفضل في العظمه انا بطلعها لوحدها في طبق على جنب. دي بقى انا بستخدم اللحم المقطع دوت
انا هستخدمه، ممكن على حسب الكميه بتاعته وعلى حسب انا هعمل بيه ايه. ممكن اعمله عصاج واحطه واعمل بيه حشوه اي حاجه. ممكن اعمله كمان بصينيه. احنا بنحب قوي صينيه اللهم صل على النبي، الشعريه بالفراخ. مش بنحبها بالكبد والقوانص. ممكن اشوحهم كده واعملهم في طاجن شعريه كده واحط على وشه جبنه، هيبقى تحفه جدا. ومش هتبان ان الفراخ قليله، لان طبيعي انت بتعملي الطواجن دي يبقى جنبها حاجه تانية. خلاص. فانا هنا خليت الورك زي ما احنا شايفين، واي عظم لازق، اي لحم لازق في العظم انا باخده. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده، انا واقفه جنب الحوض كل شويه بحب اغسل ايديا، وخصوصا لما بكون بعمل حاجه فيها فراخ بغسل ايديا بالميه والصابون قبل ما بمسك اي حاجه تانية. عشان كده تلاقوني ساعات بتاخر عليكم وبرجع ايديا مبلوله بالطريقه دي. ادي ده انا حبيت احطهم كده على صينيه، ما حبيتش ارجعهم تاني في الحله اللي فيها الحاجات اللي انا نقعيها. بص يا حبيبي، انا دايما بفضل ان انا انقع الحاجه في الحله دي، لان ليها غطا كبيره وبتخلي الحاجه متغطيه بالميه. تمام كده. وستانلس كمان ببقى امنه عليها في الحاجه اللي انا حطاها فيها ان هي مش هتتفاعل معاها. وادعوا لي ان شاء الله ان انا ربنا يسهل واجيب اللي هي الحله البلاستيك الكبيره دي اللي بغطا اللي بيتنقع فيها الحاجه في التلاجة. خلاص. انا هنا هخلي الورك التاني زي ما احنا شايفين كده. هنشيل برضو اللحم من حوالين العظم. بص هو سهل جدا، انت تعمليه اول مره هتحسيها صعبه، بس بعد كده تتعودي عليه. طيب اخلي بتاع الفراخ يخليها لي، ممكن تخلي بتاع الفراخ يخليها لك، بس في هنا في تكايه هنا. انا لما باجي اعمل بخليها في البيت واطلع الدبوس بتاع الفرخه في حته لحمه زياده، دي بتنفع معايا مناب مره تانية في اكله تانية زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. خلاص. انما بتاع الفراخ بيشفيها زي ما احنا كده بالظبط. عارفين الهياكل اللي بتبقى موجوده عنده لما بنيجي ناخدها من عنده بيبقى الجناح ما فيهوش الدبوس بتاعه، في حته لحمه صغيره اللي هي بتاعه الجناح بس. فهنا بيقلل لي من قيمه القطعه اللي احنا هناكلها. فاهمين قصدي ايه؟ عامه انتوا هتشوفوا برضو وانا بقطع انا قصدي ايه. خلاص. انا هنا بخلي الورك كله. انا حبيت هنا اعملها كلها مخليه، ما حبيتش طبعا نعمل حمام كداب، ولا حبينا نخلي وراك نعملها على صينيه. انا حبيت اخر الفرخه بالكامل عشان ناخد منها اكتر من وصفه واكتر من طريقه، وان شاء الله ده هنشوفه في الفيديو. سامحوني اذا كنت مبطئه الحته ديت، بس بجد عشان انا حبيت اوريكم تفاصيل ازاي بنخلي الفرخ. انا هنا باخد كل قطع اللحمه زي ما انتم شايفين كده، مهما كانت قطعه صغيره بتنفع، بحطها في الطبق كده جنبي. ممكن الكميه لو عندي كبيره شويه ممكن ازود قطعه لحمه على الكميه اللي معايا دي واعملها كفته. في افكار كتير قوي ممكن تتعمل، بس انا حبيت النهارده اوريكم كام فكره دول، وان شاء الله نعمل افكار تانية مع بعض. فخلينا نشوف كده. احنا بقالنا كتير قوي ما عملناش الفيديو بتاع التفريزات ده، او ازاي نستخدم الفراخ في اكبر كميه ممكنه او في اكبر عدد ممكن. ونخلي بالنا يا جماعه الكميه هنا او النسبه هنا مش مقياس لحاجه. انتي عجبك الفكره زودي زي ما انتي عايزه. ممكن تاخدي من الفكره اللي انا من الكذا فكره اللي انا عملتها فكره واحده وتعمليها. يعني ممكن تاخدي الفرخه تخليها وتعملي منها فكره واحده، مش لازم تعملي منها اكتر من فكره. برضو ده بيرجع حسب الميزانيه بتاعتك وحسب عدد افراد الاسره قد ايه. بص بقى، انا خدت الزور بتاع او سلسله الظهر كلها بالزور وشلتها كده لوحدها مع الحته اللي طلعت من الورك، ودول انا هاخدهم هعملهم اسيبهم كده، بحطهم في كيس في التلاجة، وقت ما بحتاج شوربه بطلعهم وبسلقهم بيطلعوا معايا احلى شوربه. خلاص. انا زي ما انتم شايفين كده انا بقطع الفرخه، شلت السلسله بتاعه الظهر وشلت كمان العظمه اللي في النص، وقطعت النص اللي فوق نصين زي ما احنا شايفين كده. انا عامه لما بكون بخلي الفراخ بشيل الجلد كله، انا الجلد ده بالنسبه لي ملوش اي لازمه. خلاص كده بحطه في طبق العظم كده. انا حاطه طبق جنبي حاطه فيه العظم، ودي حاجه مهمه جدا طبعا لحبايب قلب العرايس الجداد والبنات الجداد اللي داخلين المطبخ. لازم طالما شغالين في حاجه فيها فراخ او هنخلي عظم او هنعمل حاجه، نخلي جنبنا باسكت صغير او طبق صغير كده نلم فيه العظم كله، عشان ما ينفعش نحطه على الرخامه ولا نحطه في وسط اللحم اللي احنا مطلعينه. بصوا بقى، انا هنا باخد زي ما احنا شايفين، انا بحاول على قد ما اقدر اخلي حته لحمه محترمه في الكتف كده بالجناح اهو زي ما انا عملت كده. بصوا انا انا سايبه لسه فيها لحمه، انا مش انا قصدي ان انا اسيب فيها حته لحمه كده زي ما احنا شايفينها كده. فدي انا ممكن اعملها على اي حاجه، ممكن اعملها في صينيه كده لوحدها، ممكن اعملها في صينيه خضار او صينيه بطاطس وتبقى وجبه كده في يوم. خلاص. ونرجع نقول يا جماعه ده مش مقياس لاي حاجه، ده على حسب ميزانيتك. يعني معلش اللي ميزانيتها كويسه شويه او انا هنا طلعت صدر زي ما احنا شايفين، طلعته ما فيهوش عظم خالص، وهعمل التانية زيها. اللي ميزانيتها حلوه شويه وتقدر تجيب كميات اكبر من كده او يعملوا حاجات اكتر من كده،
يا ريت ما يتريقوش ويقولوا هي دي الكميه وهي دي تكفي ولا دي ما تكفيش. لا يا جماعه، ده كل واحد على حسب مقدرته. يعني انت ممكن تجيبي نص كيلو بانيه نفرين ياكلوا منه، ممكن تاني اسره خمس افراد او ست افراد يجيبوا برضو نفس النص كيلو بانيه. خلاص، كميه الاكل دي مش نسبيه، كل واحد غير التاني. فلو سمحت اللي يشوف الفيديو ويقول لي لا الكميه قليله ويحاول يتريق ويقول لي وانت بتعملي بيتك كده، انا عايزه اقول لكم ان انا لما بعمل معاكم التفريزات دي كده احنا بناكلها كده. بس بصراحه مش هضحك عليكم، ساعات بيبقوا الاولاد مثلا يوم طويل عليهم او ده او ده، ممكن اطلع وصفتين اعملهم. يعني مثلا ممكن انا هعمل معاكم بانيه بالفرد، ممكن اطلع والبانيه كميته قليله وانا مثلا جالي حد نفر زياده، فطبعا الكميه مش هتكفي، ببقى عامله على القد بالظبط. بصوا انا هنا خدت الاكتاف بالجناح كده حطيتهم في طبق، ودول كده هركنهم على جنب، مش هتبلهم ولا اعمل فيهم حاجه. وهنبدا بقى نتبل او نبدا نجهز بقيه الفراخ. انا هنا خلاص قطعت الفرختين تماما، هنبدا بقى نقطع معانا شيش طاووق. هنعمل ايه من دول؟ هنعمل شيش طاووق. هناخد الاول الحته اللي هي بتاعه الفخذ دي، انا محتاجاها لان الحته اللي في الدبوس من تحت فيها غضاريف، فانا مش عايزه اللي فيها غضاريف. انا هاخد بس اركن اللي في الجنب كده اللي هي الحته بتاعه الفخذ، واللي فيها الغضاريف دي انا هقطعها شيش طاووق. خلاص كده، خلاص هنقطعها كده. طبعا التقطيعه زي ما انت ما تحبي حسب حجم المكعب اللي انت عايزاه. الشيش طاووق بيتاخد من الوراك، بصراحه انا مش بفضله خالص من الصدر، انا بفضله من الوراك. وانت بتقطعيه على حسب ما انت حابه، حابه تقطعيها كبيره، حابه تقطعيها صغيره، دي حاجه بترجع لك انت. التقطيعه دي انا مجرد بس فكره، انما التقطيعه دي بتاعتك انت، المقاس اللي انت عايزاه، الكميات اللي انت عايزاها بتاعتك انت. خلاص كده، قطعت كده الكميه اللي معايا. هاخد حته من الورك التاني وهركنها برضو على الحته اللي انا سايباها دي. خلاص انا كده قطعت كميه الشيش طاووق اللي عندي، والحتتين اللي انا ركنتهم دول هعملهم في وصفه تانية، عشان كده حطيتهم في طبق تاني لوحده. هاخد عليها حته من الصدر او صدري، يعني الصدر الكامل دوت هاخده عليه، عشان الوصفه اللي انا عايزاها بتعمل صدور على وراك. تمام كده. بص انا هنعمل هنا ايه، هنعمل اللهم صل على النبي. عامه يا حبايبي اللي وصل معايا لغايه هنا ما ينساش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتعليق حلو منكم. لو الفيديو عجبكم يا ريت توصلوا لي لاكبر عدد لايكات ممكن، عشان القناه بجد بقالها فتره كده مش عاجباني. خلاص، انا هنا بعد ما قطعتها قلت اعمل ستريبس، في الاخر غيرت رايي قلت لا انا مش هعمل ستريبس المره دي، انا هعمل وصفات تانية مختلفه. خلاص انا خدت الكميه دي، الصدر دوت اللي هو الفص بتاع الصدر ده او الجنب بتاع الصدر، خدته على حته الورك اللي انا خدتها. انا خدت يعتبر ورك كامل، لاني خدت حته خدت فخذ كامل وخدت حته من الفخذ اللي بعده. خلاص، لان انا عايزه لحمه الفخذ مش عايزه لحمه الدبوس، عشان لحمه الدبوس فيها غضاريف. وخدت حته الصدر دي وقطعتهم وحطيتهم كده على جنب. دي هنعمل بيهم ايه؟ هنعمل بيهم ناجتس. بص يا حبايبي، اللحمه بتاعت الفراخ لو هنعمل ناجتس او هنعمل كفته، يفضل ان انا احط وراك مع صدور، لان الورك عندي بيبقى يعني بيديني قوام كده للحمه المفرومه، بيخلي طعمها حلو. اللحمه المفرومه بتاعت الفراخ عشان دماغنا ما تروحش في حته تانية. وهنا هعمل كمان هعمل جزء معايا مكعبات كده زي ما احنا ايه شايفين. المكعبات دي هنعملها ايه؟ هنعملها شيكن بوبس. خلاص كده هنعملها ان شاء الله مع بعض بطريقه حلوه جدا وهتبقى سهله قوي. تمام. واللي انا بقطعهم دول القطع الصغيره اللي بحطهم في الطبق التاني اللي على جنب ده هنعمله بانيه شركات. يبقى احنا كده طلعنا ايه؟ هنطلع شيكن بوبس، وهنطلع بانيه شركات، وهنطلع ناجتس، وخدنا كمان عملنا شيش طاووق. كل دول عملناهم من ايه؟ عملنا دول من الفرختين اللي معانا. يبقى احنا طلعنا كام اكله من الفرختين اللي معانا؟ طلعنا 4 اكلات، شيش طاووق وناجتس وبانيه شركات واللي هو شيكن بوبس. غير كمان الجزء اللي انا مقطعه قطع صغيره دوت، هو جزء صغير، بس انت لو حابه تطلعي اكتر من كده طلعي دوت. ممكن نعمله في اي حاجه تانية، ممكن نعمل نحشي بيه شويه سمبوسه جنب الاكل، ممكن كمان نعمل بيه زي ما قلت لكم طاجن شعريه. سهل جدا، ما فيهوش اي مشكله. خلاص، وان شاء الله هنحاول على قد ما نقدر الوصفات دي نعملها مع بعض. بس ان شاء الله عشان احنا معانا الحاجه جاهزه هجمع لكم كل وصفتين في فيديو. تمام يا حبايبي. خلاص انا قطعت كده كميه الفراخ اللي معايا. وما ننساش كمان، يبقى احنا كده الفرختين طلعنا منهم ايه؟ هنقول تاني، طلعنا منهم ناجتس بانيه شركات، طلعنا منهم شيش طاووق، وطلعنا منهم كمان شيكن بوبس. غير ان احنا خدنا الجناح بالكتف كده بحته لحمه، دول هنعمل بيهم صينيه لوحدهم. يبقى احنا طلعنا من الفرختين 5 وصفات، غير حته الكبد والقوانص ممكن اعملهم رز بالخلطه، ممكن اعملهم كبد وقوانص بالبيت، هيبقوا حلوين جدا. خلاص، يبقى دول الفرختين.
وقلنا كمان ان احنا كنا جايبين قبل كده كيلو اجنحه، وجايبين الوراك اللي خدنا منها الدبابيس. تمام كده، خلينا ايه مركزين مع بعض. هبدا بعمل خلطه الشيش طاووق. حطيت معلقه بابريكا، معلقه بصل بودر على توم بودر، هنحط كمان معلقه كاري، وهنحط معانا اللهم صل على النبي طبعا الملح بتاعنا ما ننساهوش. وهنحط انا بس عايزه اقول لكم بالترتيب عشان ايه ما نتلخبطش. يبقى احنا حطينا بابريكا عاديه، احنا حطينا قصدي سوري بابريكا مدخنه. انا كده الشيش الطاووق بتاعي يتشوي، فمحتاج حاجه تديني ريحه الدخان، فانا دي حطيت بابريكا مدخنه. يبقى انا حطيت بابريكا مدخنه، ولو مش متوفره مش مشكله نحط بابريكا عاديه. بابريكا مدخنه، حطينا كاري، حطينا فلفل اسمر، ملح، حطينا بصل بودر وتوم بودر. خلاص يا حبايبي، يبقى دول الحاجات اللي انا حطيتهم. وما ننساش رشه الجنزبيل. رشه الجنزبيل معانا اساسيه في في كل الوصفات. تمام، لان هي بتدينا على ريحه الزفار. تمام كده. وهبدا هجيب معايا ديت رشه الجنزبيل زي ما قلت لكم، بس ما نكترش، لان نخلي بالنا معلومه مهمه جدا ان الجنزبيل بيرفع الضغط. لو حد عندك ضغط عالي يا ريت تحطي رشه صغيره قوي لا تسكر عشان ما ترفعش الضغط بتاعه، او ممكن ما تحطيش خالص. حطيت انا ما كانش عندي لبن رايب، انا بحب اعمل شيش طاووق بلبن رايب بس ما كانش عندي. حطيت ربع كوبايه او نص كوبايه حسب الكميه برضو بتاعتك لبن حليب، وحطيت عليهم معلقه خل. خلاص. ودوت كان معايا دبس رمان، احط منه معلقه صغيره. تمام يا حبايبي، معلقه صغيره خالص بس تديني تسكيره وتديني طعم حلو. تمام كده. وهنحط كمان مع بعض عصره ليمون. بالنسبه للجنزبيل، الناس اللي عندهم التهاب في المعده او عندهم قرحه في المعده نخلي بالنا ان الجنزبيل غلط على المعده. واحط هنا معلقه زيت زيتون كبيره. تمام. والناس اللي عندها ضغط عالي نخلي بالنا ان الجنزبيل غلط على الضغط العالي. نحاول يا اما نحط رشه صغيره خالص لو الضغط بيعلى حاجات بسيطه، انما لو الضغط عالي تماما نخلي بالنا ما نحطش خالص. خلاص كده، عشان يبقى ايه، خلاص الضمير قدام ربنا، ما حدش لا قدر الله يعمل كده ويتعب منه. خلاص. يبقى انا حطيت هنا كمان معلقه زيت زيتون كبيره، وحطيت نص كوبايه لبن او ربع كوبايه لبن برضو حسب الكميه اللي عندك. وحطيت كمان اللهم صل على معلقه خل، وعصرت نص ليمونه. احط الشيش طاووق بتاعي واقلبه في التتبيله بتاعتي ديت. هنا انت ممكن تشيليه زي ما هو كده، بس انا حبيت اقطع عليه الخضار بتاعه. جبت معايا فلفل ملون، فلفل الوان احمر واصفر، وبصلايه. بصوا انا بحب احط مع الشيش طاووق ده خضار. مره حطيت معاه كوسه كانت تحفه جدا، الكوسه المشويه حلوه قوي. بس لو هنحط كوسه ما نحطهاش في التتبيله، ممكن نحط الكوسه فريش، هتبقى مديني قرمشه وطعمها احلى. دي نصيحه مني ليكم، بجد كان طعمها حلو قوي. ولو هحطها في التتبيله هحطها في التتبيله قبل الشوي على طول. تمام كده. ولو انت عايزه تحطي بطاطس، هتقطعي البطاطس مكعبات ماسكه نفسها شويه وتديها غلوه على النار، لان البطاطس احنا لو حطيناها تتشوي مش هتتشوي تماما. خلاص كده يا حبايبي، ممكن تديها غلوه على النار، بس غلوه واحده بس ما تستويش، يا دوبك تاخد غلوه. ولما تحطيها تتشوي هتستوي معاكي وتبقى زي الفل، لان احنا عندنا الفراخ ما بتاخدش سوا. هنا انا قطعت البصل مكعبات كبيره زي ما احنا شايفين كده، هفرطه من بعضه. انا لما باجي اعمله في شيش طاووق بفرطه كده من بعضه، او بحط كل كام واحده كده جنب بعض، عشان انا بحب البصل في حته قرمشه شويه. انا كده قلبت الخضار بتاعي معايا مع الخلطه اللي انا عملتها مع شيش طاووق، وهحطه في علبه تلاجة، وهحطه في الفريزر. انا هنا حسيت ان انا محتاجه رشه بابريكا مدخنه كمان حطيت، وهحط كمان معاهم معلقه صويا صوص صغيره مش كبيره، مش هزود الصويا صوص، هي رشه صغيره كده بس عشان تديني ايه، لما اجي اشويه تديني ريحه الدخان، وتديهولي تعملي لي طعم حلو. خلاص. انا هجيب علبه تلاجة واحطه فيها. ده ما انصحش ان انا احطه في طبق فويل، لان ممكن التتبيله بتاعته تنزل في الفريزر وتبهدل لي الدنيا، واجي اطلعه الاقيه من غير تتبيله. فانا احطه في علبه محكمه الغلق تكون افضل، تكون احسن. خلاص يا حبايبي، ما ينساش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لنا كل جديد. ولو الفيديو عجبكم يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. خلاص. انا هنا الفراخ الشيكن بوبس اللي انا كنت مقطعاه، انا مش هعمل فيها اي حاجه، انا هحطها كده زي ما هي، احطها في الطبق الفويل وهركنها على جنب. وكل طبق فويل هلبسه كيس بلاستيك عشان ايه، احافظ عليه الروايح ما تجيش على بعضها، وفي نفس الوقت ما ينزليش اي سوائل في الفريزر. خلاص. انا هنا كنت بدور على علبه صغيره، انا فوق كده المطبخ، فكنت بدور على علبه صغيره عشان احط فيها ايه الفراخ اللي هي القطع الصغيره دي، ما لقيتش، رحت ملبسه الطبق زي ما هو كده كيس بلاستيك، وبرده حطيته في الفريزر. على فكره انا عندي حبه كمان زي دول كده، انا ما يجراش حاجه ان شاء الله، حتى لو حته صغيره بحطها برده واحطها في الفريزر. عندي حبه كده تقريبا قدهم، هطلعهم وهعمل بيهم طاجن شعريه ويكون تحفه جدا. خلاص. او لو لقيت حبه بيتزا ممكن اعملهم حشوه بيتزا، تيجي تعملي حشوات بيتزا مختلفه، ممكن يكفوكي حشوه بيتزا الحبه دول على حبه تانيين،
عشان نضحك على بعض واقول لك ان دول بس هيكفوني حشو البيتزا، لان طبيعي احنا لما نسويهم هيكشوا. هنا هنعمل مع بعض بانيه الشركات. هحط معلقه كاري. انا هنا حطيت الفراخ في الكبه، واحط معلقه كاري، معلقه بصل بودر، توم بودر. انا حاطه البصل البودر والثوم البودر على بعض لان ما بستخدمهمش الا في التتبيلات بس، وما بحطهمش بصراحه في الاكل كتير. بحطهم كده مع بعض، ورشه جنزبيل صغيره. نخلي بالنا من الجنزبيل يا جماعه، ما نكترش. وبرده في البهارات نحاول ما نكترش، يعني البهارات اللي نحطها على قد الكميه اللي هنعملها. هنا حطيت معلقه بابريكا عاديه مش مدخنه، لاني انا هقلي، فانا مش عايزه في القلي يكون في ريحه تدخين. انا عايزه في القلي يطلع كده ان هو مقلي عادي، فاهمين، بريحته ونكهه القلي نفسها. هنا كان معايا نص كيس فيجيتار انا حطيته. انا والله يا جماعه طلعت الطبق ده النهارده وعملته. انا الفيديو ده متصور على 3 ايام، اليوم اللي نقعت فيه الفراخ. المهم قبل ما احكي لكم، انا معايا نص كوبايه زبادي حطيتها. خلاص كده يبقى انا حطيت الفراخ، حطيت معلقه وحطيت معلقتين زيت، نص كوبايه زبادي، نص معلقه توم باودر على بصل باودر، نص معلقه بابريكا، حطيت هنا رشه شطه، رشه شطه صغيره، رشه جنزبيل. هنحط هنا كمان المفروض بقى معلش واحط فلفل اسمر، بس انا نسيت. نخلي بالنا، احنا هنا نسينا نحط فلفل اسمر. الملح طبعا، ونخلي بالنا من الملح، لان احنا في حاجات بنضيفها بتزود لنا الملح. زي هنحط رشه انا كنت المفروض احط كمان رشه اللهم صل على النبي، مرقه دجاج بودر، بس انا نسيت حطيتها في الاخر، حطيتها بعد ما طلعت الخليط من الكب. تمام كده. هنا ديت حطيت معلقه بقسماط عشان تمسك لي الخليط. يبقى انا هنا بعد ما عملت الفيجيتار وكده، جيت اطلع الخليط لقيته لسه طري شويه، حطيت معلقه بقسماط صغيره. حابه تحطي لو انت عندك لبن بودره وحابه تحطي معلقه لبن بودره، اوكي مفيش مشكله. تمام كده، بتزود لي الخليط قيمه. ونحط كمان رشه صغيره، لا ما نحطش خلاص مش مهم. انا ما حطيتش، مش هقول لكم على حاجه انا ما حطيتهاش. تمام. يبقى انا كده بقول لكم اهم حاجه بس ما تعملوش زي وتنسوا رشه الفلفل الاسمر، لان انا نسيت، ما افتكرتش الا بعد ما حطيت الحاجه كلها وضبط الحاجه كلها وانا جايه بعمل الناجتس، افتكرت ان انا ما حطيتش فلفل اسمر على البانيه. خلاص كده. ده انا عندي دوت كريسبي، انا طحنته في المطحنه. يا جماعه بانيه الشركات بيتعمل بالكريسبي. بنجيب الكريسبي ده منين؟ بنجيب الكريسبي ده من عند العطار، وانا وريته لكم فيديو قبل كده، بس انا بصراحه المره دي نسيت حقكم عليا، لان الفيديو كان طويل ومتعب جدا. ده رشه اسمها ايه، اللهم صل على البانيه، رشه لا اله الا الله، مرقه الدجاج. حطيت رشه على اللحمه نفسها، وحطيت رشه في الطبق اللي فيه ميه ده. الطبق دوت فيه شويه ميه ورشه مرقه الدجاج بس، مش اكتر من كده. ده بحط ايدي فيه وبعمل البانيه بتاعي عشان البانيه بتاعي ما يلزقش في ايديا. وكمان رشه الميه دي وهي متنكهه بالمرقه الدجاج، اللهم صل على النبي، بتخلي البانيه يمسك معايا والبقسماط بيمسك فيه. يبقى هو دوت البقسماط بتاعي، وفضلت معلقه فيجيتار حطيتها عليه. وده البقسماط بتاعي اللي هو الكريسبي، اللي انا بجيبه من عند العطار وبطحنه في مطحنه الخلاط وبعمله. انا حبيته هنا يكون ناعم، انتي حابه تسيبيه خشن شويه اوكي مفيش مشكله، دي حاجه ترجع لك انتي. انا ليه عماله اتلخبط لما باجي اقول مرقه الدجاج؟ معلش اعذروني، لاني انا مش متعوده عليها. خلاص. انتوا لو هتلاحظوا ان انا في معظم فيديوهاتي انا قليل جدا لما بحط مرقه دجاج، فعشان مش متعوده عليها فدايما بنسى اسمها، فحقكم عليا. انا هنا خلاص بشكل البانيه بتاعي زي ما بنجيبه كده بالظبط، وبططه نص تبطيطه كده، وبجيبه من تحت اديله سحبه صغيره كده اهوت وبحطه، يبقى زي بتاع الشركات بالظبط. انا عايزه اقول لكم ان انا بنتي فرحت جدا لما عملت، قالت لي مامتي بقالي كتير قوي ما عملتوش. عايزه اقول لكم كمان بجد الطريقه تحفه جدا. على فكره انا كنت عامله ده مشروع قبل كده، كنت بعمل وصفات اللي هي التفريزات. كنت فاكره، لو فاكرين ان انا في مره الناس اللي معايا من الاول قلت لكم ان انا عملت فتره اكل بيتي، وده كان مشروع من ضمن المشاريع. كنت بعمل وجبات التفريزات ديت وببيعها كده على الفريزر على طول، لاي ست موظفه او اي واحده عايزه تطلع حاجه تعملها سريعه، تطلعها على طول من الفريزر وتعملوها. وكل اللي خدها مني ودقها عجبته جدا. ويا ريت لو حد مشترك معايا على القناه منهم، يا ريت يكتب لي في التعليقات ويقول كان رايه فيها ايه. كنت عامله المشروع دوت بانيه الشركات، وكنت عامله كمان الناجتس، وكنت عامله كفته برز، وكنت عامله اللهم صل على، وتتبيلات الفراخ المتبله الجاهزه على الشوي على طول. لدرجه ان انا في واحده لما دقت الحاجات دي من ايدي قالت لي طب نعمل مشروع مع بعض ونعمل ونورد للسوبر ماركت. انا متعامله مع سوبر ماركت بورد له حاجات، وعايزاكي تعملي لي الحاجات دي ونوردها له، بس حصلت لها ظروف فالمشروع ما كملش، والحمد لله على كده. خلاص. فانا هنا ده بصراحه عن ثقه، فدوت انا خلاص عملته بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده.
الكميه اللي انا عملتها دي طلعت معايا 11 واحده بالظبط. حابه تكبري الحجم، حابه تصغري الحجم، دي حاجه ترجع لك. خلاص، حابه تغيري الشكل برضو دي حاجه ترجع لك، بس احنا بنعمل اكبر شكل قريب لبني الشركات عشان نحس ان احنا جايبينه جاهز. دي بقى الكميه التانية اللي معايا اللي هي الناجتس. هعمل ايه في الناجتس؟ الناجتس انا سلقت بطاطسيه صغيره. طبعا كميه البطاطس دي حاجه ترجع لك انت، بس كل ما هتزودي البطاطس كل ما طعم البطاطس هيبان اكتر في الناجتس. خلاص. وحطيت هنا رشه رشه الجنزبيل، بصل بودر على توم بودر، وهحط كمان بابريكا عاديه، وهنحط كمان كاري. دي بصوا الحاجات دي من اساسيات تتبيلات الفراخ معايا. تمام. انا بحب الحاجات الاساسيه دي، بس في الناجتس مش هنحط زيت. احنا الناجتس هنا هنحط معاه بضايه، يبقى حطينا في الناجتس بطاطس، البهارات بتاعتنا بصل بودر، توم بودر، بابريكا عاديه، ديت نص مكعب مرق انا فرقته كده بايديا عشان ما يتكتلش في حته واحده. وحطينا كمان اللهم صل على كاري، فلفل اسمر، بيض، رشه الجنزبيل. حطينا هنا بيضايه. طبعا البيض والبطاطس على حسب كميه اللحمه اللي عندنا، نحاول ما نزودش عشان كمان نحس بطعم الفراخ واحنا بناكل. هي ممكن تكون الكميه مش كبيره قوي، بس الهدف منها ان انت تدوقي طعم اللحمه. انما انت لو عايزه تزودي الكميه وتبقى الكميه موفره، زودي المقادير الزياده. يعني بدل ما احط كوبايه زبادي في البانيه العادي بتاع الشركات، احط بدل ما احط نص كوبايه زبادي في البانيه العادي بتاع الشركات، احط كوبايه كامله. فلما احط كوبايه كامله هحتاج ان انا ازود بقسماط، فهزود البقسماط عشان تمسك معايا. فانا هنا زودت الكميه، تعتبر كمان زودت الكميه الضعف. خلاص. والناجتس نفس الحكايه، عايزه تزودي كميه الناجتس زودي البطاطس، زودي بطاطسيه كبيره شويه، وزودي وحطي البضايه او حطي بيضتين، هتلاقي نفس الكميه بتزيد معاكي. بس هنا بصراحه هتبقي بتاكلي حاجه متبله طعمها حلو جدا بس ما فيهاش لحمه. فانت هنا محتاجه تاكلي الولاد حاجه فيها لحمه وطعمها حلو، فهنعمل الطريقه دي. وبتطلع معايا كميه محترمه جدا. يعني انا النهارده طلعت البانيه، احنا 4 افراد في الاسره، ما شاء الله كفونا 11 قطعه، يعني كل واحد طلع له 3 قطع ما شاء الله. وانتي كأمي طبعا مضحيه كالعاده هتاخدي قطعتين حلوين جدا جدا ومشبعين جدا، مع طبق مكرونه كده محترم، كل كلو شبع. ممكن نعمل جنبه طبق سلطه، ممكن سلطه طحينه، ممكن مخلل، اللي يعجبك. خلاص. بص بقى، انا هنا الناجتس بتاعي بحطه بيض وبقسماط. هجيب هنا بضايه، كسرت البضايه وحطيتها في الطبق، واحط معاه معلقه لبن حليب عادي، وهحط معاهم فلفل اسود. بس كده، مش هحط ملح. ليه؟ لان انا عندي الناجتس بتاعي فيه ملح، انا حاطه معاه نص مكعب مرق، وحاطه له كمان ملح. فنخلي بالنا ان احنا ما نزودش الملح، لان انا ممكن احط ملح للبيض فالملح يزيد قوي معايا. خلاص يا حبايبي، فنخلي بالنا جدا بمقدار الملح، خصوصا لما بنكون كل حاجه بنزودها ملح. انا هنا جبت الطبق بتاعي وهقطع فيه الكيس بلاستيك، انا كله قطعه كيس بلاستيك من تحت زي ما احنا شايفين كده. وبحط، نسيت اقول لكم ان انا في البانيه حطيت بين كل طبقه والتانيه كيس بلاستيك كده، يا اما بتني كيس البلاستيك، يا اما بقطعه قطع صغيره وبحطه فوق بعض. فانا بتنيه اسهل. دي الميه اللي كانت فاضله من البانيه، انا هجيبها كده وامسح بيها ايدي عشان الناجتس بتاعي ما يلزقش. بص، انا بعمل الناجتس قطع عشوائيه خالص. حابه انتي تفرديه على كيس بلاستيك وتقطعيه اشكال الولاد زي فراشه، ورده، ايا كان اللي انتي تحبيه، اوكي، دي حاجه ترجع لك انتي. بس انا بحبه جدا بالشكل ده، لما بيستوي بحس ان هو عامل زي ناجتس من بتاع بره بالظبط، غير الاشكال بصراحه. فانت برضو حاجه ترجع لك انت على حسب ما تحبي. حابه تعملي اشكال اوكي، حابه تفرديه كله في صينيه، ولما يطلع تقطعيه مربعات كده وتعمليه. برضو تحطيه في لما تفرديه في الصينيه تحطيه في التلاجة يتشمع، او في الفريزر 10 دقايق يتشمع، بس ما يجمدش. اهم حاجه ان هو ما يتجمدش، يتشمع بس. وبعد كده تقطعيه مربعات كده وتحطيه في البيض والبقسماط وتشيليه، ممكن برضو. انما انا بصراحه بحبه بالطريقه دي اكتر. انا هنا زي ما وريتها لكم كده، دي قد الليمونه، انا بكورها قد الليمونه، وبعد كده بدوس عليها بايديا وخلاص على كده. زي ما تطلع بقى، تطلع مدوره، تطلع ناحيه طويله وناحيه قصيره، تطلع مش، انا بعملها بطريقه عشوائيه خالص. بجد بتبقى حلوه جدا، وشكلها كمان لما بتستوي كانك انت بتاكليها من بره بالظبط، وبتعجب الولاد جدا. واحط في البيض زي ما احنا شايفين كده، اللي هو البيض ابو لبن، وبرجع احطه في البقسماط، وبغسل ايدي وبنشفها، وارجع الفه في البقسماط تاني واحطه في الطبق. ماشي، بشربه في البقسماط كويس، وانا بشربه بحاول ان انا اظبطه بايديا كده وخلاص. وبين كل طبقه والتانيه بحط كيس بلاستيك، وبعد كده بحطه في الفريزر يقعد بقى زي ما يقعد. وقت ما تطلعيه هما دقيقتين 2 عبال ما الزيت يسخن وتبداي تحطيه. طبعا احنا عندنا الفراخ ما بتاخدش وقت في السوا، وخصوصا كمان الفراخ المفرومه ما بتاخدش وقت في السوا. انا طلعت النهارده البانيه زي ما قلت لكم وعملته، بجد كان تحفه جدا. ان شاء الله تجربوا الحاجات دي وتعجبكم، واستنى رايكم في التعليقات. ولو الفيديو عجبكم قولوا لي رايكم ايه في التعليقات، ونعمل افكار فراخ جديده بطرق مختلفه.
عايزين افكار موفره اوكي، عايزين افكار عاديه وانتم ميزانيتكم تسمح تمام. بصوا احنا هنا عملنا مع بعض كام وصفه ما شاء الله. وعملنا كمان ما ننساش صينيه البطاطس اللي انا عملتها بالوراك. اسيبكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.